صادم وجديد بخصوص عيد الأضحى بالمغرب. أخبار جديدة وردتنا لقناتنا هذه كازاوية نيوز لن تعجب المغاربة، خصوصا المغاربة الفقراء واللي على قد حالهم. هذه التفاصيل الإخبارية وردتنا غير دابا، على كل المغاربة الفقراء أن يستمعوا لهذا الفيديو الإخباري الجديد. قبل ما نبداو في التفاصيل الإخبارية التي وردتنا غير اللحظة، ما تنساوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك على القناة كازاوية نيوز باش تتوصلوا بجديد أخبارنا المغربية. سنوافيكم بآخر المستجدات الإخبارية المتعلقة بالمملكة المغربية الشريفة. فقط فعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بكل الإشعار أو بكل إشعارات أخبارنا المغربية. معكم دائما أنا على كازاوية نيوز، وشكرا جزيلا لكم. والآن إلى التفاصيل. بعدما نفى عزيز خنوش رئيس الحكومة أمام البرلمانيين بالجلسة العامة لمجلس النواب إلغاء عيد الأضحى بالمغرب هذا العام، وتأكيدها على أن العيد كاين وإن شاء الله غيكون بخير وعلى خير، تجددت المطالب للحكومة بالكشف عن وضعية القطاع الوطني وضبط ومراقبة أسعار المواشي في ظل الارتفاع المهول لأثمان المواد الغذائية الأساسية، وعلى بعد نحو شهرين من عيد الأضحى الذي تتبعه هذه السنة الأزمة الاجتماعية الخانقة لمعظم المغاربة البسطاء. بدأت التساؤلات حول مدى قدرة فئة واسعة من المواطنين على اقتناء أضحية العيد، وأسهمت العديد من العوامل كالجفاف وتواصل ارتفاع الأسعار وتكلفة الإنتاج في جعل المربين يرفعون أسعار رؤوس أغنامهم. في غضون ذلك يتوقع مهنيون أن يبلغ سعر أضحية متوسطة ما يناهز 5000 درهم. وقال محمد الغلاوي كاتب العام الوطني لقطاع الفلاحة إن مبلغا مثل 3000 أو 2500 درهم لن يكون كافيا لشراء حتى كبش صغير هذه السنة. وبحسب المتحدث ذاته فإن عدد رؤوس الأغنام ليس كافيا والأسعار مرتفعة جدا، ما يعني أن شريحة كبيرة من المغاربة سيعجزون رسميا وحرفيا عن شراء الأضحية لهذه السنة، سنة 2023. مع الأسف الشديد هذا هو الخبر الجديد الذي وردنا قبل قليل والذي لن يعجب المغاربة. كنت معكم أنا على قناتكم كازاوية نيوز. ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة باش تكونوا دائما أول من يتوصل بإشعار أخبارنا المغربية. فقط بتفعيل زر الجرس غادي تكونوا أول من يتوصل بإشعار الأخبار المغربية والمستجدات المتعلقة بالمملكة المغربية الشريفة. شكرا على حسن المتابعة، نتلاقوا بإذن الله في فيديو جديد مع أخبار جديدة، ونلقاكم بأتم الصحة والعافية وطول العمر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.